في صلح عام يكون بيننا وبين اليهود والنصارى. ما يمكن يطلع المهدي إلا وهذا الصلح لا بد أن يقع، لا بد أن يقع صلح عام بيننا وبين اليهود وبين النصارى. يعني راح نجتمع حنا واليهود والنصارى لمقاتلة عدو مشترك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصطلحون أنتم والروم. قال اليهود، قال نعم اليهود والنصارى صلحا عاما، ثم تقاتلون. سبب الصلح ايش؟ في عدو مشترك عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فتقاتلون عدوا لكم وعدوا لكم، لهم ولكم. يعني هو عدو، هذا العدو الخاص عدو لليهود والنصارى وعدو أيضا لمن؟ لنا نحن المسلمين. لذلك تجتمع هذه الأمم الثلاث لمقاتلة ذاك العدو. من هو العدو؟ حط جوابك في بطنك كيفك، لا تقول لي إياه. قديما علماءنا قبل كلهم كانوا ينصون على أن العدو المشترك ما هو إلا الرافضة، ما في يعني. والإرهاصات بينت ولا لا؟ من أيام ما جاء الخميني ظهرت الأمور، قالوا أبد هذا هو العدو المشترك، لأنه يسب أمريكا ويسب اليهود ويسب النصارى ويسبنا، فهو عدو مشترك ويبي يقضي على اليهود وبيقضي على النصارى وبيقضي على المسلمين أهل السنة كلهم. هذا الهدف اللي كان عنده. لكن اليوم فكنا مطمئنين أنه العدو المشترك معروف الآن، عرف. لكن اليوم لا، طلع عدو مشترك إيش آخر أيضا ولا لا؟ اللي هم داعش والإرهاب والقاعدة وكل هؤلاء. فالعلم عند الله عز وجل، ننتظر والأيام تبين، لعلهم يتفقون. وهذه اتفاقاتهم الآن ظهرت كما يعني يرى كثير من أهل العلم أنه الاتفاق ظاهر واضح جدا، بل ربما أن داعش وغيره إنما يحركهم من؟ الرافضة. يعني هم يستخدمون من قبل إيران ومن قبل الرافضة قبحهم الله. نسأل الله أن يكفينا شرهم. الشاهد: لن يكون مهدي آخر الزمان، المهدي الحق، إلا بعد حصول هذا الصلح، وأيضا تلك المعركة اللي نقاتل فيها حنا واليهود والنصارى عدوا مشتركا، العدو الذي هو لنا ولهم أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأنه ستنتصرون على ذاك العدو ويهلك ذاك العدو هلاكا تاما. نعم، هذه فلا بد منها. وطبعا بعد أيضا من الأمور اللي تحطها في حسبانك دائما يا عبد الله، لن يكون مهدي إلا كما جاءت الأحاديث الأخرى أيضا، أنه بعد هذا الانتصار العظيم من هذه القوى الثلاث على العدو اللي لنا ولهم، يكون في خيانة، غدر، فيغدرون بنا وتكون ملحمة. هذه اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث الملحمة، وهي كثيرة وصحيحة. نعم، وهذه المعركة سماها النبي، سبحان الله، هذه المعركة يا عبد الله والله رأيناها مذكورة في الأناجيل ومذكورة في التوراة. في التوراة جاء ذكرها بأنها معركة هرمجدون. هذه هي المعركة اللي تكون في آخر الزمان، وكأشار إليها بعض السياسيين أنه معركة هرمجدون قريبة جدا. يقولون نرى أن زمان هرمجدون قد حل، يعني قد قرب. هرمجدون معركة دينية يتقربون بها إلى ربهم لإهلاك المسلمين وإبادة أهل الإسلام عن هذه الكرة الأرضية.